اول حاجة بحضر حلة فيها زيت بالشكل ده عشان احمر فيها الشعرية. بعد كده بنفتح كيس الشعرية 400 جرام وننزله في الحلة كده عشان نحمرها بالشكل ده. وبعد ما بنزل بالشعرية على الحلة اللي عندي اللي حاطط فيها معلقتين زيت كبار تقريبا وكيس شعرية 400 جرام، يبقى أول حاجة جبت معلقتين زيت كبار تقريبا نزلتهم في الحلة. بعد كده نزلت عليها بكيس شعرية 400 جرام. بجد الأكلة دي اللي هيجربها هتعجبه جدا، لأنها بجد أكلة حلوة سهلة وبسيطة جدا وبجد موفرة جدا، يعني تحلية سريعة وبجد موفرة كتير. وما تنسوش تعملوا لايكات كتير واشتراك في القناة لو انتوا أول مرة تشرفوني وتتابعوني. وأول لما الشعرية توصل معايا للون الذهبي الجميل ده بنزل عليها بالمية. وبعد ما بغطي الشعرية بالمية كده بالشكل ده، تكون فرق المية عن الشعرية 2 سنتي تقريبا عشان ما تعجنش معايا، بنزل عليها بكوب سكر ونص. السكر حسب الرغبة، عايزين نزود عن كوب ونص سكر نزود، عايزين نقلل كل حاجة في السكر او الملح بتبقى حسب الرغبة. بس بجد اللي هيجرب الطريقة دي هتعجبه جدا جدا، لان بجد حلو وسهل وسريع وبسيط وموفر جدا وبجد رائع وخطير وبجد جميل. وما تنسوش تعملوا لايكات كتير. مع اسلام فتحي هتشوفوا اكلة سهلة وسريعة وموفرة وحكاية بجد. وبعد لما بقلب السكر مع الشعرية كويس جدا بنزل عليها بجوز الهند كده بالشكل ده. الجوز الهند حسب الرغبة، مش عايزين نحط جوز هند عادي جدا، لانها بجد اصل الاكلة دي ان هي حلو سهل وسريع ويكون موفر جدا كمان. يعني هنحلي بحاجة بسيطة جدا وموفرة بجد جدا، وبجد طعمها في النهاية بيبقى رائع جدا. جربوها بالطريقة دي وهتعجبكم جدا ان شاء الله. نقلب بقى كده جوز هند مع الشعرية كويس جدا على نار عالية. بجد ريحة الجوز الهند مع الشعرية روعة وحكاية. بجد حطوا شوية جوز الهند كده مع الشعرية الحلوة دي، بجد هتلاقوا الريحة طالعة حكاية وهي لسه بتستوي. أهم حاجة ما ننساهاش، أول لما الشعرية تشرب المية على نار عالية بنوطي جدا النار لمدة 5 دقايق تقريبا، وتبقى كده استوت معانا تماما وتبقى جاهزة للتقديم. أول لما تشرب المية بالشكل ده وتبقى معايا بالشكل ده بوطي عليها النار واسيبها على نار هادية جدا لمدة 5 دقايق بالكتير. هتبقى جاهزة كده معايا الشعرية الحلوة. بجد جربوها هتعجبكم جدا، لأن بجد هتحلوا بجد بأكلة رائعة وبسيطة وبجد موفرة جدا. طريقة حلو وسهل وسريع زي ما حضراتكم شايفين ازاي. دلوقتي بعد 5 دقايق بالظبط هدفع عليها النار خالص وتبقى كده جاهزة معايا الشعرية الحلوة الخطيرة.